بزاف ديال الانواع اللي كيلقى واحد المشكل ما كيعرفش يتقدى منتوجات من الي اكسبريس او لا حتى من موقع تيمو. كيفاش تاخذ منتوجات وتوصل بهم حتى الباب ديال المنزل ديالك اخويا بدون رسوم جمركيه؟ نتمنى تركز في هذا الفيديو، غنعطي بزاف ديال النصائح في هذا الفيديو، نتمنى ما تحرقش المراحل. اول نقطه كما كتشوف معايا هذا هو الموقع ديال تيمو او لا كما نقولوا البلاتفورم يعني ديال تيمو. كما كتلاحظ بزاف ديال المنتجات مؤخرا ديجا خديت بالنسبه لهذا الموقع هذا ما كتخلص حتى شي حاجه، الشحن مجاني ما كتدفع حتى شي حاجه. ديجا خديت منه توصلت المنتجات، يعني ليفرور اللي توصلت بالمنتجات عيط ليا مشيت ما خلصت حتى شي حاجه. حيت علاش؟ حيت لحقاش انا ديجا ملي كنت خديت من هذا الموقع هذا، الا شفتوا الفيديو تقريبا راه 2 موا تقريبا 3 اشهر، اذا كانوا مديرين ليا تقريبا 150 درهم كما كتشوف معايا هنايا الحد الادنى. يعني هذا هو المشكل ديال تيمو، يعني هما كانوا دايرين ليا 150 درهم، يعني ما يمكنش لك تتقدى ب 60 درهم او 100 درهم، على الاقل خاصك تفوت 150 درهم. يعني ملي نجي هنايا دابا مثلا بغيت نتقدى، ملي كنجي ندخل لتيمو يعني كنجي هنايا كنشوف شحال الحد الادنى باش يمكن ليا نعاود ناخذ من جديد. شوف شحال ضافوا لي هنا، تقريبا 250 درهم. يعني كاينين شي عيوب ديال تيمو، ولكن راه يمكن لك تتقدى. يعني كما نقولوا يعني جامعين لك ليفريزون، جامعين لك كل شيء بنفس الثمن. يعني ملي غتوصل بالمنتج ديالك ما تخلص حتى شي حاجه، ما تخلص حتى درهم بالنسبه مع من عيجيوك. يعني كما كتلاحظ المنتجات هنايا، يعني كما كتلاحظ معايا هنايا، يعني كما كتلاحظ معايا الشركات ديال كرونو ديالي او لا شرونو ديالي ديال سبيداف او لا اراميكس. يعني شوف هادو كاملين ملي كتجي ما كتخلص حتى شي حاجه، حيت كما نقولوا الموقع تيمو او لابليكاسيون ديال تيمو يعني كاينين فيها شي عيوب، وكاين فيها السلبيات والايجابيات. الايجابيات او السلبيات يمكن لك ملي كتوصل بالمنتجات اي منتج، ملي كنقول لك اي منتج خديتيه راه حتى شي حاجه خويا العزيز، فهمتيني؟ حيت لحد الان باقيين دايرين يعني كما نقولوا الشحن مجاني. كما كتشوف معايا هنا الا دخلنا التيمو كما كتشوف معايا خصوص الامان، دفع الامان، ضمانه التوصيل. يعني كما كتلاحظ معايا هنايا هادو هما كما كتلاحظ معايا يعني بالنسبه للثمن ديجا كما كتشوفوا معايا كانت 150 درهم. دابا ملي بغيت نتقدى يعني كتشوف معايا هنايا يعني ولات 5000 ريال او 250 درهم. الا كنتي انت كتشري ما عندكش مشكل تقدر تاخذ، ولكن كاين المبتدئين اللي يمكن لك تشري ب 150 درهم 100 درهم، اذا راه ما تخدمش لك من الاحسن خاصك تمشي لالي اكسبريس. يعني كما تشوف معايا هنا بزاف ديال الرسائل اللي كتوصل بهم هنايا اخويا انا غيصيفطوا لي الكوليا مع كما نقولوا كرونو ديالي، واش غنخلص ولا ما غنخلصش؟ خويا ما تخلص حتى شي حاجه، ديجا انا خديت شحال من واحد خدا ما تخلص حتى شي حاجه. انا راه شحال هادي باش دومونديت منتج شهر دابا ونص ومازال ما وصلني. اول نقطه بغيت نوصل لك يعني خاصك تعرف مع من كتجيك. يعني كما نقولوا الا حنا ديجا مثلا خدينا من تيمو، فهمتيني؟ ما كتفوتش شهر كتوصل بالمنتج ديالك. تيمو ما كتفوتش كاع شهر، قل من شهر كاع 18 يوم 25 يوم، يعني قل من شهر كتوصلك المنتج ديالك. الا مشينا على سبيل المثال مشينا للالي اكسبريس، كما تشوف معايا هنا ملي كندخلوا للالي اكسبريس يعني ديما حاول تقرا خويا العزيز، ديما حاول ما تكونش مزروب. على سبيل المثال انا عفوا بلاتي، يعني ملي كنجيو لاي منتج كليكينا على شويس هنايا، هاد المنتجات كاملين يعني شويس ملي التطبيق ديال لابليكاسيون تم التحديث ديالها، يعني كما كتشوفوا شويس يعني تم يعني كما نقولوا حطوها لينا لتحت او لا ضافوها لينا لتحت. ملي كتكليكي عليها على شويس يعني راه كتدخل مثلا اي منتج من هاد الاله ديال الحلاقه هنا كتبان لك شويس هنايا، يعني هادو كيجيوك بلا ديوانه بلا حتى شي حاجه. يعني نفس الثمن اللي كتخلص، غير هو كتختار ثلاثه المنتجات لاول مره. الا اختاريتي ثلاثه المنتجات كيوصلوك المره الثانيه يمكن لك تاخذ من 8 حتى ل 10 المنتجات. هذه شويس، يعني انت خديتي من خارج شويس، يعني ملي كنقولوا انت خديتي من خارج شويس. يعني على سبيل المثال باش كنعرفوا، يعني كتجي كتقلب اخويا العزيز على سبيل المثال مثلا ديما ديك اللعيبه ديال كتجيك مع البوسطه ديما غتعطل لك واحد شهر ونص حتى لشهرين. كما كتشوف معايا باغ اكزومبل غير هاد المشطات ديال الحسانه، يعني ملي كنجي هنا للشحن او لا كنجي هنا كما كتشوف كتلاحظ سيبور ايكونوميك جلوبال، هذه كتجيك مع البوسطه. هي كما كتشوف معايا بزاف ديال الرسائل اللي كيجيوني هنايا قالك انا شحال هادي باش دومونديت منتج وشهر دابا ونص ومازال ما وصلتني، على الاقل كتمشي حتى شهر ونص حتى شهرين. انا خديت واحد المنتج ما كنتش عارف المره الاولى، ما كنتش فاهم، خديته من بوسطه تقريبا تعطل عليا واحد شهر ونص حتى شهرين. ملي توصلت به
يعني خلصت 30 درهم. يعني المنتج خديته تقريبا ب 10 دراهم. عاد فاش كما كنقولوا هذا المنتج مثلا شحال داير؟ هذا المنتج داير 8 دراهم، زيد على هاد 8 دراهم ملي غتجي عاوتاني غتخلص واحد 30 درهم اخرى. يعني ديما قوم باختيارات اكثر. الا بانت لك الي اكسبريس ستاندار شيبينغ او لا الي اكسبريس سيليكسيوني شيبينغ، خذ منها. يعني باش ما تدوخش اخويا العزيز، ديما اي منتج دخلتي ليه كما كتشوف معايا، اي منتج دخلتي ليه غير باغ اكزومبل كتجي هنايا كتدخل المنتج، كتجي هنا للشحن وكتقرا بانت لك هاد سيبور ايكونومي جلوبال، اعطيها باتساع اخويا العزيز، غتقطع لك واحد الشهر حتى شهر ونص خويا، وغتوصلك غير بالزز عند اللهم ناقص. ديما حاول تقلب. مثلا كنمشيو شي منتج واحد اخر، مثلا هذه ديال الحلاقه، مثلا باغ اكزومبل دايره 255 درهم، هي الشحن داير 62 درهم. اذا انا غنخلص غير هاد 255 درهم وغنخلص هاد 62 درهم، يعني نخلص كل شيء. غنتوصل بالمنتج من غنتوصل به ما غنخلص حتى شي حاجه. ديجا انا خديت بزاف ديال المنتجات، يعني كنجي كناخذ من هنايا كما كتشوف الي اكسبريس، ما كنجيش ناخذ من سيبور ايكونومي جلوبال ملي كتبان ليا بحال هذه. ديما دخل قرا وبحث اخويا وما تزربش، فهمتيني؟ مثلا هذه سيبور ايكونومي جلوبال، هذه كتجيك مع البوسطه. هي اللي شحال من الاسئله كيقول لك اخويا شهر ونص حتى لشهرين مازال ما وصلاتني. اذا اخويا راه كتعطل بزاف. ديما حاول بشويه عليك بشويه عليك. اذا هنا كنمشيو لشي منتج مثلا واحد اخر على سبيل المثال، مثلا هذا المنتج هذا داير تقريبا 256 درهم. كنجيو للشحن ولا كنمشيو للتقييمات او للتعاليق، يعني باش كتعرف هذا المنتج واش خدا شي واحد او لا ما خداش. اذا راه كتجي هنايا كما كتشوف معروضه الصور التعاليق، اذا راه كتجي كتلقى بزاف ديال الناس كيشكروه، كيدير المنتج ديالو، المواصفات ديال المنتج ديالو. اذا ماشي غير كتجي تكليكي هكاك وتشري. اذا كنجي للشحن هنايا كنكليكي، اذا كما كتشوف ستاندار كما كنقول هذه، كما كنقولوا هاد شركات الشحن غير عطيها باتساع. ديما سير الالي اكسبريس، ولكن ما يمكنش لك تتخلص هاد 136 درهم او لا هادي فهمتيني هاد ستاندار يعني فور، يعني هي كتكون تابعه البوسطه. اذا غتعطل عليك بزاف اخويا العزيز. ديما حاول تقلب وشي حاجه الا كانت غتعطل عليك بزاف ديما دير مناقصه اخويا العزيز. مثلا ملي كنجي شي منتج واحد اخر مثلا على سبيل المثال وكنجي كندخل للشحن وكنجي هنا وكتبان ليا الي اكسبريس، اذا راه كناخذ من الي اكسبريس اخويا العزيز ما تجيش تاخذ من شي شركه شحن اخرى، راه غتعطل عليك بزاف. اذا راه تعطل عليك بزاف، حيت بزاف ديال الرسائل اللي كنتوصل بهم. اذا كما كتشوف معايا هذه الرساله البوسطه شفاره تقريبا زادوا عليا 96 درهم. هادشي اللي ما بغيناش. الا يمكن لك اخويا تاخذ غير كنتي في المغرب اولا في الدوله ديالك وعجبك واحد المنتج قلب عليه تلقاه غير في البلد ديالك. الا ما لقيتيش حاول بزاف من ديك البوسطه. ها هو الدري مثلا توصل المنتوج ديالو ولكن زاد خلص 96 درهم. اذا كما كتشوف معايا هنايا خويا كيفاش طيح كما نقولوا الي اكسبريس، يعني كيفاش طيح مثلا الي اكسبريس دي دي بي. يعني هذا الموضوع اخويا اللي حطيت هي خويا كيفاش طيح يعني من نقولوا الي اكسبريس دي دي بي. يعني اخويا ما كاينش شي طريقه. الطريقه اللي غنوصل لك هنا في هذا الفيديو هذا يعني باش تخلص دي دي بي، يعني مثلا هذاك المنتوج كيوصل لك كما نقولوا بلا ما تخلص. يعني داك الشيء اللي خلصتيه مثلا عيد توصل بالمنتوج ديالك يعني تخلص فيه ليفريزو لي كل شيء، ولكن المنتوج ديالك ملي غيجي ما تخلص حتى شي حاجه نهائيا. بغيتي ما تعقدش راسك بزاف دخل للشويس هنايا، ندخل للشويس وخذ لك اي منتج من هنايا. مسموح لك تاخذ من ثلاثه. المره الاولى كنتي مبتدئ يلا دخلتي لابليكاسيون كان مسموح لك تاخذ ثلاثه، من بعد راه كيوصلوك تقريبا واحد 18 يوم 20 يوم المنتوج ديالك المره الاولى. المره الثانيه يعني الثمن كيتبدل. المره الاولى لاحظتوا في الاثمنه يلا دخلتي لابليكاسيون يعني كتاخذ منتجات ب 15 درهم ب 10 دراهم، يعني كما كنقولوا بحال كيبيع لك غير بثمن الجمله، هو راه ما ربح معك والو. ولكن المره الثانيه ملي كتعاود ديموندي يعني كيبان لك الثمن طلع عادي. شري راه يمكن لك تشري وتعاود تقلب فيهم البيع. يعني بالنسبه للشويس راه بزاف ديال الناس اللي كيتقدوا من هاد الشويس هادي، يعني كتوصلك بدون يعني كتوصلك بلا جمارك بلا ديوانه. يعني هادشي راه دي دي بي، يعني كما نقولوا يعني شي من يعني كيوصلوك دي دي بي ما كتخلص حتى شي حاجه اخويا العزيز. غير بغينا الفيديو ما يكونش طويل بزاف، اي حاجه ما فهمتيهاش او شي حاجه ان شاء الله غنصايبوا على فيديو. ما تنساش خلينا لايك سبسكرايب واحد التعليق زويون، والقاكم في شرح قادم ان شاء الله.